11 راجل في الملعب، أهلاوي 90 دقيقة على المكسب. أهلاوي. احلى تحية مننا جمهور النادي الاهلي، رجالة الاقصى ورجالة فلسطين، وتحية مني مخصوص لاخويا ابو عبيدة الجاحد. بدأ الماتش بطريقتنا العادية 4-3-3. الشناوي قدامه ياسر وعبد المنعم، على اليمين هاني، على الشمال معلول، قدامهم كوكا، على يمينه ديانج، على شماله امام، قدامه على اليمين تاو، على الشمال الشحات، وقدامهم مودست. بنبتدي طبعا الجون الاول بتاعنا عندنا الشحات امام معلول، الثلاثي المرعب بتاعنا اللي فاتح شارع ناحية الشمال. لو بصينا زي ما احنا شايفين كده، كرة من الشحات من كوكا لمعلول، وبعد كده للشحات، وبعد كده بيلعبها مع بيلعبها امام تاني بالكعب للشحات. وطبعا هنا طبعا زي ما احنا شايفين وجود مودست وتاو الناحية دي صعب جدا، اخر الضغط من اتنين مدافعين، بقى عندهم اتنين مدافعين اسماعيل على اتنين مهاجمين من عندنا، والشحات طبعا جايب سرعته، ده قلل الضغط عليه. نيجي هنا بقى طبعا الجون التاني، ادينا شايفين هي الموقف 7-3، عندنا 4 مدافعين ورا من الاسماعيلي، قدامهم 3 في خط النص. بقت نظريا الفكرة دي 7-3، صعب ان يبقى فيه خطورة، ولكن وجود لعيب زي كوكا هو اصلا من اكتر اللعيبة اللي بتعرف تلعب سرعات، وحصلت قبل كده في ماتش المقاولين الموسم اللي فات، شفنا كوكا عمل ان هو لعب ثرو. طبعا جه الشحات من ظهر المدافعين ومن ظهر المدافع المساك ومن قدام النجاز، وطبعا قدر ان ربنا كرمه ودخلت جون الحمد لله. طبعا من احسن اللعيبه اللي كولر عرف يطورها هو محمد هاني. لو شفنا الثرو اللي عمله محمد هاني، كان ممكن لو مودست موفق وواقف على رجله يقدر ان هو يعمل جون شبه بتاع جون حسين الشحات بالظبط. مودست اتحرك صح، مودست استلم صح، لكن نيجي هنا بقى للمسه الاخيره اللي فيها مشكله، هو نسى هو كان بيعمل ايه في المانيا اصلا. نيجي بقى لطاهر والاعتراضات الكتيره اللي كانت موجوده عليه من الماتش اللي فات. فكره طاهر، ان هل طاهر هو لعيب وحش في الاساس ولا هو لعيب متوظف معاك غلط؟ في رايي ان طاهر متوظف غلط. طاهر مش مكانه لعيب قلب، فما يعرفش يلعب زي امام او زي مروان او حتى زي قفشه. طاهر لعيب بيعوز مساحه قدامه يفضل يجري فيها، ويقدر هنا يلعب لك مثلا، يلعب عرضيات زي ما اتكررت في الكوره اللي قبل الجون، في كوره اتكررت زي الكوره اللي اتكررت ومودست ضيعها قبل الجون التالت على طول. هو ده الحاجه اللي هو بيعرف يعملها، هتديله مساحه هيديك عرضيات، ساعتها هيبقى فيه خطوره اكتر. طبعا يا جد انت عارف انا بحبك قد ايه والله يعني، بس هو فكره ان احنا ليس لدينا مشكلات دفاعيه، هو ده بياكد لي ان تقريبا انت كنت بتتفرج على ماتش تاني. احنا دفاعيا كان عندنا مشاكل كتيره قوي زياده عن اللزوم، جزء منها بان ماتش انبي، وجزء اكتر ظهر الماتش ده. وده اول نموذج للغلط الدفاعي الواضح. في اول دقيقتين اللعيب بتاع الاسماعيلي بيستلم من قلب الملعب براحته وبيباصي من غير ما يكون في اي ضغط عليه، ولولا ستر ربنا الكرة كانت ممكن تبقى جون بسهولة. طبعا واضح اعتماد ايهاب جلال من بعد ما امام طلع على الناحية الشمال. فكرة وجود عبد الرحمن مجدي ومعاه لعيب او 2 تانيين بيلعبوا على معلول لوحده والشحات متأخر، او حتى كوكا لما كان بيحاول يلعب في المكان ده، او طاهر لما نزل مكان امام، كان في كثافة عددية كبيرة من لعيبة الاسماعيلي على الطرف الشمال بتاعنا احنا. هو ده اللعبة الأساسية الوحيدة اللي كان إيهاب جلال بيلعب عليها، سواء الشوط الأول أو الشوط التاني. أنا هلعب في ظهر معلول، أنا هلعب ما بين معلول ما بين عبد المنعم، هستغل إن طاهر في الشوط الأول ما كانش بيضغط، والشحات أو كوكا الشوط التاني الاتنين شبه مريحين بيسرحوا كتير. الكرة دي كانت من أكتر الكرة اللي حرقت دمي. أنت عندك لعيب بيستلم من على حدود ال18 في وسط، وادي عندنا في وسط اللعيبه بتاعتك كلها ديانج واقف على ال18 ما بيعملش حاجه، تاو ما بيضغطش، ما حاولش حد يقرب منه، اللعيب سارح لوحده، كان ممكن بسهوله لو حرف شويه يجيبها جون. طبعا هنا معلول على وشك ان هو يقطع شرايينه من اللي بيحصل بصراحه يعني. طبعا اكتر لعيب فرحان الموضوع ده بالغلطات الدفاعيه دي، وعبد الرحمن مجدي اتنجم جامد الماتش ده. لعبه ما بيعملش غيرها، انا هخش هعمل ارتو، هبقى محمد صلاح في نفسي، ومع ذلك لعيبه الدفاع سايباه. طبعا ده جون من الاجوان اللي غالبا هتجيب ضغط الناس كتير من جمهور النادي الاهلي. ياسر بيشوط على منعم، وشايف منعم اصلا تقريبا سرحان، وفي واحد كمان واقف وراه هيضغط عليه. طب لو منعم مش واخد باله، منعم كسل بعدها انه يرجع ويضغط على اي حد او يعمل اي منظر قدامهم. الشناوي شال الكوره، منعم كل ده لسه مرجعش، طبعا هو كاريزمته ما تسمحلوش يا جماعه الصراحه. بعد كده النور بيجيب جون وحاجه زي الفل.
كلمة الجمهور الأهلي يا جماعة، ليه احنا كأهلاوية معناش ننفخ في عبد المنعم زيادة عن اللزوم؟ بيتغر وغلطاته بتكتر وهيبقى عندنا مشاكل كتيرة، احنا اللي هنقضي عليه بنفسنا. ودي صورة صغيرة للرجالة بعد ما عصروا المانجا الحمد لله. وعايزين نقول للجماعة بتوع الإسماعيلي ألف ألف مبروك. وفي الآخر خليك دايما فاكر إن الأهلي هيفضل طول عمره حديد في حديد.